قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا طلعت شمس السنة في قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة. بيفتو سنة ابسطو دكنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، من جهة ما يتعلق بالموقف الأولى أبتك إن خندراك الست جموان نتي إلى اللوتي، قلنا كما قلت آنفا أكما نما يسين إنجئ من جانب وصف الإمام أحمد بلقب إمام أهل السنة، لقبا يوكيم مقا أهل السنة جتو كنان واي وصفمو إسانيت واي مقا كان أرغتو إسانيتي جتو. أيها الأحبة، هذا الوصف عند الإطلاق بكا قال لك فمت مقامكم إمام أهل السنة، بكا جامي قال لك فمت ويقع وينطبق مباشرة على الإمام أحمد بن حنبل، على الإمام أحمد بن حنبل ابن محمد بن حنبل، إمام أحمد الربع. وهذا اللقب أعني إمام أهل السنة، إمام أهل السنة جأمني لقبا كان قبابون عند الإطلاق، بكا قال لك فمتي مقام كن إمام أحمد قفربون. وهذا ما قيد الله لهذا الإمام المبجل، والربين إمامكنا قود ربين إمامكنا أولقائي، وأنما جائبوا. وقد كان من قبله أئمة أهل السنة ومن بعده أئمة ماذا؟ إمام أحمد اندرت أئمة أهل السنة تراني جرا، منهم بعض مشايخه ومن بعده كذلك بعض تلامذته ومن بعدهم. ولكن مع ذلك أكلوا ما ودين إذا أطلق لفظ إيش؟ إمام أهل السنة، لفظ إمام أهل السنة جو وقلت لاقت قال لك فمي على من يقع على إمام. وهذا اللقب وهذا الوصف لا ينطبق عند الإطلاق إلا على هذا الإمام، إمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ما السبب؟ ما لسببني؟ ما الذي وراء هذا؟ مالف مقاخنا أرجتو دندان إمام أحمد سببني قبك إطلاقات مقاخنا إساء والصفمو دنداني في مالي. ولماذا كان إمام أحمد جديرا بهذا اللقب وحقيقا بهذا الوصف، أعني إمام أهل السنة عند الإطلاق؟ مالي حقا قلت إمام أحمد مقاخنا لقباكنا صفكنا من بين سائر الأئمة، منهم مشايخه كالإمام الشافعي وغير ذلك وقتيبة وغيرهم. مالي مقاكنا حقا قرأته دندئي يوجني إن شاء الله تعالى جلقب كتابك ناكي ستي وننو تقرتي إيرسيني الرحاس وينرى قبتي سكن. إذن أن هذا الإمام الله أعلم إنما اتصف بهذه الصفات لأمور ثلاثة. سببني إمام أحمد مقا قداكا نمهن دخيسا اتحاق قرأتو دنديب رب ما بيكاتي أكا كتابا علماء إسلام الراملة ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
وكتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي وغيرهما كتابا علماء إسلام أكمل لتتي واني إمام أحمد مكاكنا اتحاق قدتني في له ثلاثة ماذا أمور له ثلاثة أسباب سبب سدي تجرى جاء علماء الإسلام جيت علماء تهدودا وانتوتا كان خنكاسا نموتا بايتو كاسي وري ابن تيمية درا ابن القيم دراتس نموني هدون يادا كان كيكا كما ستمر علينا إن شاء الله تعالى. الأمر الأول أمر درا وني إمام أحمد مقاكا على كل حال أنه اجتمعت فيه أنواع الخير التي قلت أن تجتمع في غيره واسدين. أما إمام أحمد إن كان كيسة أرقم تجرت علماء إسلاماجين تقل أن تجتمع في غيره من الناس نموت بروه كيسة ولتقبمون سيرتكات. لكن هذه الأمور اجتمعت في إيه؟ في إمام أحمد رحمه الله تعالى. من يقرأ في كتب أهل العلم كتاب علماء إسلاما كيستي نمنك أرأي يراها ويجدها. واني إمام أحمد كيستي ولك أبامت تنموت برو كيستي ولك أبامين سمالي سجدت نموني كتابا سيرة والطبقات كتابا طبقات علماء دا وسير العلماء يجدها. فطالي كتب الطبقات والسير تراها وتنظرها بعينيك إجاك لمان أرجودا ديسا دبس. ومن ذلك ما قاله يحيى بن معين رحمه الله تعالى. قال يحيى كان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. هذا هو الأمر الأول. الأمر الأول قال يحيى بن معين كان أحمد محدثا وكان حافظا وكان عالما وكان ورعا وكان زاهدا وكان عاقلا. إمام أحمد نما حافظته نما عالمته نما ورعته نما وهر إيجت الورع الذي يتقي الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات نما شبهات الرائجة تهي وكان زاهدا نما زاهدة تري وكان عاقلا نما حيودة تري. يعني بهذه الأوصاف وصفه يحيى بن معين. وقال ابن النحاس كان إمام أحمد أصبر الناس عن الدنيا. انتبه إمام أحمد نما أكان أفسان ما تتهي الدنيا كان زاهدا صابرا عن الدنيا وان جرين بي دنيا جام وان ملذات جرين بي دنيا جروبية دنيا تنرى أفسان ما تجام إمام أحمد رحمه الله تعالى. وذكر وعلق ابن القيم على قول ابن النحاس. جت ابن النحاس كان الرد ابن القيم تعليق قراني عرضت عليه الدنيا فأبى وعرضت عليه البدع فردها. الدنيا نتفدمنان إفر ديبسي بدعان اتفدمنان إفر ديبسي. أي نعم. فقد قيل له قل بخلق القرآن فقال ولا أبى. قرآن مخلوق جاء جنان ندي ديمو ندي دي رد البدعة ولا ما رد ندي دي ديتو.
وقال ابنه عبد الله بن أحمد المئسى عبد الله بن أحمد وكان إماما المئسى لنا إمامة تري مالج وكان أبي أصبر الناس على الوحدة البانكية الرأبسان ماته على الوحدة بالتارة خب مرت نما أكان خب آجرات رتسبرته وكان يجلس في المسجد وحده ويختم القرآن في 7 أيام خب مسيرتها قيات ربت قرآن ختم وكان يقوم الليل وحده هل كان قد أبتا ويطالع الكتب ويحفظ العلوم علمي حفظا قرآن حفظا قرآن قرأ قد أبتا وكان أصبر الناس على الوحدة نما خطأ أي نعم نمر خطأ بيملي وهو يناجي ربه ربي ساتي مقوبة والتجرة سآسة ويذكر ربه ويقرأ ويتلو آياته آيات ربي قرأودان نمر نما بيتابه دندو توكو وكان أصبر الناس على ماذا؟ انتبه أكثر الناس لا يصبر على الوحدة الرهدون ما نمر علمي الآن بيتابه نمر قرتي قرآن ربي بيتابه نمر ليلي صلاة الآن بيتابه كنا هدون ما تني ألفات لكن إمام أحمد رحمه الله تعالى كان أصبر الناس على الوحدة. قال أبو داود السجستاني صاحب السنن وهو من أبرز تلامذة إمام أحمد رحمهما الله تعالى قال إمام أبو داود وكان مجلس أحمد مجالس الآخرة وكان مجلس أحمد ماذا؟ مجالس إيش؟ الآخرة مجلس إمام أحمد مجلس آخراته مجلس نساء مجلس آخرات ماذا يعني؟ لا يتكلم في مجلس أحمد أمور الدنيا ما يتعلق بالدنيا ما يذكر في مجلس فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الله أكبر. إمام أحمد بك إني تاوت تجرتي وين أمري دنيا وين أنغو واني دنيا دا والقبة ما يتكلم في مجلس أحمد. فلذا قال إمام أبو داود رحمه الله كان مجالس أحمد مجالس الآخرة مجالس إمام أحمد مجالس آخرة تري. وقال قلنا آنفا قال ابنه ماذا؟ وكان أبي أصبر الناس على الوحدة. انظر الميسا والنرقابة أبانك ينما أكا وحدارتي يعني على ماذا؟ على الانفراد عن الناس. على ماذا؟ على الانفراد عن الناس. نمر بالتابة والرتي نما أكا صبرته. أيها الأحبة إمام أحمد له ابن يسمى عبد الله وله أيضا ابن يسمى ماذا؟ صالح. إمام أحمد مكان المساني تقو عبد الله خون صالح. إمام أحمد رحمه الله تعالى تزوج امرأة أنجبت له ابن يسمى صالحا رحمه الله. انت لا تكا قد إلمة مكان إسا صالح جأمو إسا أرجمت إسا ديس فورا.
واسمها عباسة مكان جارتي إمام أحمد خندراتني عباسة جامت فولدت له صالحا فقط صالح قفا دي السيفي وعاش معها قرابة 20 سنة ما ولدت إلا صالحا تورا أمتا دقدما وجين انجراتا إمام أحمد توكيت المصالي دياموك ونمالي هنديني ثم توفيت رحمها الله إيغانا ندوتي رب رحمة إسيدها قدو وتزوج امرأة أخرى إيغانا أمس انتلا بروتوكو فودا إمام أحمد واسمها ريحانة مكان جارتي ساني تأيغا عباسان دوتي إسان فوداني ريحانة جامتي فرزق الله إمام أحمد من ريحانة ابنه المسمى عبد الله كم مكانسا عبد الله جامو الميساني عبد الله كان جامو كان يصير أرقة وعاش معها إمام أحمد قرابة 7 سنوات تورا أحمد تربى والدين انجراتا ثم توفيت رحمها الله إيغانا يسلن جلا آخرمتي رب رحمة يسير أقولوا ثم اشترى إمام أحمد رحمه الله تعالى جارية أمة إيغانا قبرتي توكو بتة من فوني يروسا نتي قبرتي نجرتي افرا قبرتي توكو بتتاني فولدت توأم المال لكو والفانا ردد ديسي وماتوا عندي ثانيتو في حياة إمام أحمد حياة إمام محمد قصد والنسان قبرتي كان أرقة جلا رماني إلا سعيد أو سعد متعاطى قفاتو حفيفي سعيد وكن سعد كان جامو توفي هو قبل عبد الله ودو عبد الله إن آخر من در آخر من لكن المال ساون دينو وري أما سدين صالح وعبد الله وسعيد وسعد يسرى بودا فنيجراني وحدثوا عنه المسند كتاب مسند جامو يسرى وديساني جراني جيتو يقول ابنه عبد الله ما حدث المسند عن أبي إلا إيانا نمالي المال نسامالي من مسند الرأود السهنجرو جيتو الرائمة إذن حالة كانت تري دريني إمام أحمدي واي الميساتي والقبتي أسمانو من نساني مال فكاتا كيساني أكاتان هذا من نساني مال فكاتا كنجو كان فكاتا ترى في كتب أهل العلم في الطبقات والسير كتابا طبقاتها تي في كتابا سيراك السلالي أرجو دندن الأمر الثاني أمر لما فا وني إمام أحمد التين وصفي يوكال لقباكنا إمام أهل السنة والجماعة جدتو كان أرقتني أن الإمام أحمد انتهى إليه من السنن والنصوص ما لم ينتهي غيره إمام أحمد برنجه حديث الرا واجتمع عنده من الأحاديث والنصوص ما لم يجتمع عند غيره حديث ونهدو كان نموت برو علماء برو برت ولتنك أبامنتو إمام أحمد برت ولتك أبامي فحفظ كثيرا من أحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ما لم يجتمع عند غيره مفهوم يا جماعة؟ قلنا الأمر الأول ماذا؟
الأمر الأول ما قاله يحيى بن معين، ويحيى بن معين يسدبت كان أحمد حافظا وكان عالما وكان ورعا وكان زاهدا وكان عاقلا زاهدا عن الدنيا، عرضت عليه الدنيا فردها. الدنيا واني أدى في دمتي لك أن بربادو جئ فاختار الدين والعبادة والعلم، علمي برته ولم يختار الدنيا والرياسة. أنقو في الدنيا هم فلني نما دنيا رادن تنقمني نما أنقو رادن تنقمني نما عابده يصبر على الوحدة، يصبر على ماذا؟ الوحدة. على الانفراد عن الناس، نمر بالتابة والرد وعلى تلاوة القرآن. إذن اجتمع عند أحمد العلم والزهد والعباد. الله أكبر. هذا ما ذكره يحيى بن معين وابن النحاس وابنه عبد الله وتلميذه أبو داود السجستاني. وذكر وعلق على قول ابن النحاس الإمام ابن القيم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أمر لما فاوني إمام أحمد سببا مقاك ناوان إساني تهيف الرائن لما فا أن الإمام أحمد انتهى إليه من الأحاديث والنصوص ما لم ينتهي إلى غيره. المين موت بروبرا جرت إمام أحمد برت ولك أبامي. وقال أبو زرعة حفظ الإمام أحمد بن محمد بن حنبل 1000 حديث. حفظ كم؟ 1000 حديث. حديثا مليون تكو، حديثا مليون تك، حديثا كما تك، حديثا مليون تكو إمام أحمد حفظني. إذن اجتمع عنده ماذا؟ ما لم يجتمع عند غيره. وذكر هو نفسه رحمه الله أنه انتقى مسنده من 700,000 حديث و50,000 حديث. حديث كما إبتر بافي كما شنتمر مسند خنا ولتك أبي فودي خائي. وأحاديث المسند قرابة 30,000 حديث. تورا حديث كما صدمات إيغانا علمي إساء التقوتاني إمام عبد الله بن الإمام عبد الله إلما إمام أحمد إذا ما أخيرا روانني تيدي إجرا حنق إمام أحمد حركة إساني تنبرسان مسندة سنرى حديث كما صدم. إمام أحمد كتاب إساني مسند خنبرسان رحمه الله بعدما رجع من عند عبد الرزاق بن الهمام الصنعاني. إيجا عبد الرزاق بن همام وقد قرأتم من قبل أما أندراك كسينا إساني كان براك كستدبني إمام أحمد أكبي بغداد الرا قربية بي يمن عبد الرزاق بن همام الصنعاني برد يمن يكا قرأوا لكن دبني جرنات فكاد صاولا لا. إيجا عبد الرزاق بن همام الرا بي يمن الرا قربية دي بأني كتابة كان برسا إمام أحمد. وكان عمره حين ذاك كم 36 سنة. عمر إمام أحمد قافا مجلس عبد الرزاق الرادي بأن قربيا دي بأن عمري نساني نما عمري وقاس الدميجات نما وقاس الدميجاتي قافا بيا يمن الرا عبد الرزاق بن حمام الرادي بأني
قاف قربيا دي بياني كتابك أنا بريسا. ذكر هذا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. يوك الساكنة يوخاو تاريخا بريدة كان لالو بربادي كتاب إمام الذهبي سير أعلام النبلاء كتاب جامو دبسو دندي سنة والأحبة. وقال ابن المديني تعرفون علي بن عبد الله المديني وهو شيخ البخاري. علي بن عبد الله المديني أكجان أحمد فارسني وكان أحمد أحفظ الناس. إمام أحمد الرحفظان ماته والعجب كل العجب استمع ما قال إمام أحمد رحمه الله أنه كتب في المسند 30,000 حديث. فقال رحمه الله تعالى ذكر الأئمة عن إمام أحمد وممن ذكر منه المروزي أو المروزي. قال المروزي رحمه الله تعالى قال أحمد ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به. الله أكبر. حديثة قبرسي اتدلق ملبر دبرين بيكو. ما كتبت حديثا إلا ماذا؟ إلا عملت به. حديثة دلكنا إمام محمد برسي والله حديثة كتبه أصول التندلق نبرا دبرين بيكو. حتى لما كتب حديث اهتزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام ماذا؟ أجرته. نبي ربي كوبته نمت إذا كوبه ما لك النجتو قاف كتب إمام أحمد اهتجم نكوبته وأعطى الحجام دينارا. نمت قرتيك وإذا كوبسني دينارا كما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طيبة ماذا؟ دينارا. أكن بالربي ما لك أبا طيبة آخر سنة إمام أحمد أكسم التوانسا كني. هذا هو السر. هتتين إمام أحمد أبو خان ما قرأ حديثا ولا كتب حديثا إلا عمل به. نقل ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى الإمام المروزي أو المروزي إمام المروزين. وأن كان إمام أحمد الرا نتهمني يا رب ندندس وفقنا العمل بما تعلمنا يا ربي. وأن قرانيت دلقوا أك إمام أحمد يوفق يا رب نوفق. أين نحن أيها الأحبة من إمام أحمد؟ إيه سجرنا إمام أحمد الرا؟ من أين نحن من إمام أحمد؟ من هذا الإمام المبجل. أكم وللرا فانظر وللرا فجننوا في سجد دوجر ميلالي سبحان الملك المعبود. الأمر الثالث أمر سدفع وني إمام أحمد إمام أهل السنة إساجي أمسيسي والنسبة كان إسا أرغتيس لقب كان إمام أحمد إسا أرغتيس مالي يوجن أنه ابتلي إمام أحمد مكرمه بالرد على أهل البدع في زمنه. والرين بدعا رت ديبي كنو الآن مكرمه إسان درت أبتو الآن مكرمه. فتنا إسان الرئيس مدة ساتلة من إمام أحمد إن يرى أكثر من غيره من أئمة أهل السنة. علماء أهل السنة لا هدمة تجرى وأن ربي مقاك نقرته الله عالمي سبب اتقاله حاجة نمني أهل السنة لا كبيرا فتنمدرا. إمام أحمد أهل البدع درد أبته الآن نمكرم وكشف ضلالاتهم أكثر من غيرهم. نما برورة نمني ور بدعاء سات إلى اللين إمام أحمد تهججات
ونصر الله به السنة في محنة خلق القرآن. قافا زمن موتما نمت مأمون جأمو معتزلوني يروسني أهل الكلام فلاسفان يوكاو ور معتزلوني يروسني موت يروسن جرو مكانسا مأمون جأما يسلي يادا إفيك أبتيسني قرآن ربي مخلوق أجدت عياذا بالله كان موت التقبسيسنان موت يروسني مأمون نمت جأمو وهو من العباسيين إني ورين دولة عباسيوت الرأي فلما زين له كثير من المعتزلة هذا الرأي ببريتني قافة قرتي خليفة مسلم توتا كيروسني مأمون إن كانت المعتزلون دبيما قرآن مخلوق أجدت تسري رجاني وقود بيتي فذكيسا ماذا فعل هذا الخليفة خليفانكم مال دلقيه يوجن دع الناس ودع الأئمة إلى هذا الرأي من أصحاب الحديث ورين عقيدة أهل السنة والجماعة قبل هدو جرى رأيي كنا يوكاو جرى عقيدة كنا قبل أجئ اتئسايام فأجاب أكثرهم مكرهين الرهدون نموت يروسا جراني ودون جالة دركيدان قرآن مخلوق أجئا ما بين مصرحين ورقرتي درباتي صدائسات القرآن مخلوق أجئ في ورين توريا فيدا بجدو. إذن إمام أحمد النافذة يسلي وان كان نجت سيسا جئ إمام أحمد التيرجي من هو؟ مأمون. هل كان قافا إمام أحمد سلا وراني إساق أبي إسابر جيسور آديمو مات هذا الخليفة خليفة مأمون جامكون دعي وصار المعتصم خليفة بك مأمون نمت معتصم جامو بك إسابو إمالته خليفة يوكي موتي مسلم توتاته موتي مسلم توتاته إنس أديم سمجرو سنبكانغو إمام أحمد يامسي سي إيغا إمام أحمد فول إسا درت يامي بودان ودعا علماء المعتزلة علماء الكلام ورّي معتزلوتا ورّي قرآن مخلوق أجيء كنا يامي فقال تكلم معه ولين دبت أجرك على وجهها سوي جئني قمنا ورّين فن الكلام في يعني معتزلون نكوني في إمام أحمد ولتدبتوا جلك أبني فدحض إمام أحمد حجته رجاء إساني كفسه وانك أبتا أبني كفا فقا كفا فزينوا له الكلام يعني للخليفة خليفات دبي ببريتني فقالوا هذا الرجل ضال هذا الرجل مضل هذا الرجل كافر هذا الرجل ينكر خلافتك إمام أحمد كن دانيما موتما كإنكارا إمام أحمد كن جلادا إمام أحمد جلسادا إمام أحمد أكنا إمام أحمد كافرا فآثار أهل كذب كجيبوته الدو يسرد كافر السني سنبودان فصحب أحمد وسجن إمام أحمد قبمه هدمه وجيء بالصوت بالسياق والجلادين حلنجه الدون في دمه ورين مغرفا الدون ندفني والإمام أحمد بين يدي الخليفة
الخليفة من هو؟ معتصم فولا درت إمام أحمد نيك أبا مني انظر لماذا أخذ إمام أحمد؟ لماذا؟ للسنة ولا لغيره؟ للسنة. فقال فلما جيء بالجلادين وبالسياط حلنجوني في ورين هلنجيسني إنما جرفوس وراني إنما جرف هلنجين التين إمام أحمد جرف من فقا في دمي ورين ما جرفوس رفير الدابته هلنجيس باتتني إمام أحمد هدمني انظر سبعته. فقال له المعتصم قل بخلق القرآن القرآن مخلوق جيجي. فقال لا أقول القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه الله أكبر. انظر ثبات إمام أحمد بينما أن غيره من التراب ما جلد وما ضرب وما حبس فلما أجبروا وقم درك أمسي فمن كمبروا أجابوا مكرهين دركين نقبته يعني قاف الرجال فأبى إمام أحمد وهو معرض للضرب والجلد بالسياط والجلادين فقال لا بل القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. انظر ثبات إمام أحمد في المهنة فتناكنا كيف ترقى إمامه. فقال أحمد لما أمر الخليفة جاب خليفتي يلا قرفا جئ أججد برسو. قال أحمد رحمه الله يا أمير المؤمنين يا موتي مسلم توتا هل قال يا كافر؟ انظر ثباته وصبره ولا تنزئه العاطفة سميت الليل سنبت قرتي. قال له ماذا؟ يا أمير المؤمنين. هذا المعتصم يرى أن القرآن ماذا؟ مخلوق ومع ذلك قال له إمام أحمد ماذا؟ الله أكبر. انظر أهل السنة ميلان. قال يا أمير المؤمنين يا موتي مؤمن توتاجي لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث السيب الزاني والقتل والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة. قرأ عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو موثق. إمام أحمد هذا ميركي ثاني كولدت الأميجرو ماذا يفعل إمام أحمد؟ يعظ ماذا؟ هل خافه؟ الله أكبر. صداته هل سبه؟ إنس صداته إنس الربسو درجة موتيدا درجة موت ماس ولالو درجة موت التخنا كربين إجتون الرخاء إمام أحمد إجتاتي قروم حق ربي كان كرأي جرتهم. يا أمير المؤمنين لا يحل لك دمي حربيك يا قد نقول سي بلال تهوجين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا لإحدى ثلاث. فقرأ عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث نبي رتك رأي فأبى موتت ديدي تركان في تفرتو برباد. فقال ثانيا اتلمس إمام محمد نجين يا أمير المؤمنين اذكر وقوفك بين يدي الله تبارك وتعالى. يا موتي مسلم توتا يا درود أبت التقال فول ربي درا ليتين أبت توجي. إمام محمد حبس هركساني إلى ميجرا وراني قرفور أفرد أبت أجرا
غرف في وانا من غرتي غلا وانا ما غرفو متي فول درا غرتي فول درا غاف غرتي فول ربي درا دايتسن يا ددو جنان فامسك موتتي حركه ابته رفته فقال له هؤلاء المبتدعه والرين بدعاده كإمام أحمد كان هيسسا ورقر جبينيان تركان فينا مع أهل السنة رتفرته هرس إلمان إسانين مجرى كإخوان المسلمين كرم سيئاني جرسون مال جانيني يا أمير المؤمنين جانين إنه ضال مضل نمت كن جلادا جلسادا كوني كافرا موت ما كله إنكارا أتنا مكنا خنا الراهر كراب التاريفتيه جانين فأمر بالضرب في الراقامة قرف في تأججي قرف أجئ فضرب 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 فأغمي عليه إمام محمد نقرفمي 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 ققب قرف في سنين ققبني إمام محمد رضي الله عنه وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير جزاء الرجال جزاء ربي إساني باكبلو قرب في جبا قرج بينيان ورانسون نما تقومتي نما هدون الرتي والقاني إمام محمدين قرفا حتى أغمي عليه حما إمام أما ققبني تقرف فلما سكن عنه الضرب هقو جري الحركة عبتي ورثة قرفوت تجرسوني يعود إلى عقله قال إمام محمد فلما سكن عني ضربهم يعود إلي عقلي هقو جري حركة الرابة عقلين كي ينتدي بيت الإفبراج وقون إفبري يقول المعتصم ويحك قل بخلق القرآن رب رحمته يقول جاء إمو قرآن مخلوق جاء إمو جنة فقال إمام أحمد لا القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه فعادوا إلى الضرب فضرب حتى أغمي إليه ثانيا ترى لما فات دي بأمي قرفني انظر ثبات هذا الإمام على السنة نقرفمي إفولالي فلما سكن عنه الضرب أفاق حقونف حركة رابة إمام أحمد إثبري فلما سكن عني ضربهم عاد إلي عقلي هكذا يقول إمام أحمد هقو حركسانين الرابة مس عقلين كي ينتدي بها فقال ويحك قل بخلق القرآن فقال لا بل هو القرآن كلام الله غير مخلوق والعجب كل العجب وأنت أجايب سير إيقنا إمام أحمد كان ديدني الرتي رقاني فسجن إمام أحمد كان بودا أكيف ولا ليجرون فيه دمي من هيدا كيست إفبرني إيجا هنگا إفبري إيجا هنگا إفولا لبودان بيفتي بيانتي هقوني بيانتي من هيدا كيسا قال لك كساني قال قرمنا كيتي جئ فأطلق الإمام أحمد معتصم إمام أحمد قال لك كسي فلما رجع أحمد إلى منزله ندم المعتصم هقا إمام أحمد ثبات إساني كان ودين ونقول أن أبمي يو أجيس وجري ديما إلا إني دوف ديما إفر رابو دموتي قال لك ساجي وبو قال لك بمي إمام أحمد قرمنا إسا ديمي قال هقا إمام أحمد قرمنا إساني قال ندم المعتصم معتصم موتي نشيني
مالي في إنما كان قرب سيتي ندما شديدا كان يسأل عن إمام أحمد إنا شينا إمام أحمد قير نمت إرقى خنقافة تيس نما خنقافة إمام أحمد أكم جرا قرب في سنرى بيفتي وياه قام نسافيه دئي شينا الرا يروه هند إمام أحمدين كان قافة تريجتون فلما سمع المعتصم أن إمام أحمد رحمه الله تعالى عوفي إمام أحمد أو إنسى قافة أو مسرين هندوني في أمك أم نسانا قاته جتو قافة أجي فرح فرحا شديدا قمتو جبا قمده ثم أمر بلزوم أحمد منزله إيقما إني فيقروا أكمنا كيتي قدم باني جتو أقر الركاء إمام محمد فيولي منا أكم باني منا كيك لزمي منا كي جراد جتو دان أججت دبرسي فلزم أحمد بيته مدة خلافته حم معتصم بي دنيا الرجل إمام أحمد منا سانيتي باني جمعان نكن جمعة بقوله الدو كان النقن ترن فلما مات المعتصم قاف معتصم بيد نيارة قداني صار ابنه محمد خليفة الميسى محمد كان جابوا خليفاته إيقنا محمد التآني متوكل نمني جامو بك محمدي سن بعد محمدي فلما صار المتوكل خليفة استبشر الناس بخلافته وكان يحب السنة وأهله صبري إسانيت ودمجرا إيجا محمدي نمني مكان إسان متوكل جامو بك محمد سمو ثم قبته إني أهل السنة دافي قرأ إمام أحمد كان نمجالة تري فرفع الله به المحنة فتنا قرتيجا قرآن مخلوق جد راسا ربي سببا موت التخنات أبم سيسي وكان محبا للسنة وأهلها وكتب إلى الآفاق ألا يتكلم أحد بخلق القرآن نمني تقول القرآن مخلوق كان جن خنجتو على يا بيوته هندتجا برس على متوكل رحمه الله قال ابن تيمية رحمه الله تعالى والمهنة معروفة كانت في خلافة المأمون وفي خلافة المعتصم وفي خلافة محمد إلى خلاف ونصر الله السنة في خلافة المتوكل فصبر إذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى صبر على السنة فكان من الأئمة قال ابن تيمية صبر على السنة فكان من الأئمة أئمة راته والعجب كل العجب أن الذي عليه إمام أحمد من العقيدة وقد كان عليه قبله أئمة السنة وجميع أهل السنة عقيدة إمام أحمد إرت جراتني إرت فارف من كان علماء أني إسلاماتي في أمني أهل السنة لا خيس دراتي إرت تراني منتره والرئيس بوداتي إرت تراني منتره لكن إمام أحمد واني أكا إني مكاخنا أرقت إسا قد مالني صبره عند ماذا؟ عند المهنة ودفعه للبدعة عند سكوت الناس يرون منك الجئال بوبا فتكيست إمام أحمد مالته دفاع قدي درد أبت جدتون أظهر لأنه لم يسكت أما السنة سنة النبي وسنة أصحاب النبي وقد كان عليها قبله أئمة أهل السنة إماما على السنة راكك كشافعي كإمام مالك وأبي حنيفة وغيرهم كانوا عليه ولا ما كانوا عليها لكن إمام أحمد الذي رفعه
واني إمام أحمد الفودي وكان جديرا بهذا الوصف واللقب مقا إمام أهل السنة والجماعة جتوكنا إسا قوم فتشيسي مقا كنا نسا يامسيسي مقا كنا حقك إسا قد مال إني يوجدتي بك بلان رفتي صبري irratti raggaye bakka namni usetti usuudi de dubbate fatanaan irraa isa deebisuu dhabdee jechuun استمع ما قال علي بن عبد الله المديني وهو من مشايخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى علي بن عبد الله المديني نمنجي مؤكدا نصر الله بإمام أحمد السنة يوم الفتنة كما نصر بأبي بكر رضي الله عنه كما نصر الله بأبي بكر الدين يوم الردة ونصر بإمام أحمد السنة يوم الفتنة ربين أبي بكر الصديق قافنا من قرتيقا قافنا من مرتديته سن أبي بكر الصديق دين الإسلام نصري أبي بكر الصديق دين الإسلام نصري قافنا من قرآن مخلوق أجي إمو قرآن مخلوق متي كلام ربي تجتوخنا رب العالمين إمام أحمد النصري هذا هو الذي جعله جديرا لهذا اللقب والوصف كاناتو سببا إني مكاكنا أرقته لا يسقط وأثنى عليه كثير من مشايخه وتلامذته وقال بعضهم جمع الله له علم الأولين والآخرين إمام أحمد ربي علمي ورد راتب وربودا إساوى للتكبه قال الإمام الثوري رحمه الله تعالى تعرفون سفيان الثوري سفيان الثوري نكجي إمام أحمد إمام الدنيا إمام أحمد جتون إمام الدنيا انظر كتب الطبقات والسير كتابا طبقات خيسارقة دندن وأختم أمور الرتي نختم بما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال ابن تيمية رحمه الله لما انتهى إليه من السنة وأن إمام أحمد إمام أهل السنة إطلاق التجام سيسي توكو لما انتهى إليه من السنة أكثر مما انتهى إلى غيره استحق هذا اللقب قاف حديثنا موت برو برت ولدتن قبمين إسا برت ولد قبمي أكسما وجه نما تدلقوا تهي مقا كان أرغته سببا أرغته لما فاجئ ابن تيمية وابتلي أكثر من غيره فاستحق وان برته كان الرت سنة رسول ربي كان الرت نما برور مكرميتي مقا كان حقا قدتي لما وعرف بإظهارها والرد عنها سنة رسول ربي ملسوا فيه همودان واتسي فالس درات أبتودان نمهن دربه كمي سنيني مقاكنا أرغتي وكان متمسكا لآثار السلف وكان متمسكا لماذا؟ لطريق سلفنا الصالح إمام أحمد كرا سلف الصالح نمك أبتته بهذا استحق اسم أئمة أهل السنة كنان مقاكنا حقا قدته وهذا أيها الأحبة ما يتعلق بالأمر الأول مما نذكر قبل أن نشرع في دراسة هذا الكتاب كن وانتي أبني لالو كنجل كبا خان أودونتي كتابك أنا قراوتي سينين إلى نورباتي سرايي جدو